السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم 3 وصفات لعشاق الباذنجان، وصفات سهلة وسريعة تحضريهم في رمشة عين، كل وحدة تنسيك في الأخرى حيث كيجيو لذاذين بزاف في المذاق ورائعين. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع أول وصفة. ونبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. عندي هنا حبتان كبار من الباذنجان، يمكن تستعملوا 3 حبات على حسب الحجم ديالهم اذا كانوا كبار او صغار. كنزول لهم الراس ديالهم وكنغسلهم وكنبدا نقطعهم دوائر بالشكل اللي كيبان لكم وكنعملوهم في اناء. هنا بعد ما قطعتهم كنجيب صينيه الفرن وكنعمل فيها ورقه المطبخ، كنسكب فيها القليل من زيت الزيتون وكنرش القليل من الملح وكنرتب دوائر الباذنجان في الصينيه. بعد ما كنعمر الصينيه كنضيف قطرات من زيت الزيتون وكنرش القليل من زريعه القزبر المطحونه. كنرش ايضا القليل من الملح اللي كيبقى على حساب الذوق، وما نكثروش منه حيت المكونات الاخرى اللي غادي نستعملو كيكون فيها الملح. ثم كندخلو الصينيه فرن ساخن حتى كيطيب الباذنجان وما كنخليوهش يتحمر. مجرد ما كيطيب وكيرطب كنخرجوه. هنا يمكن تعملوا الملح وزيت الزيتون وزريعه القزبر المطحونه في الباذنجان وتحركوهم مزيان بهذه الطريقه عاد ترتبوهم في الصينيه. ننتقل نحضروا الصلصه اللي كنحتاجو فيها 3 حبات صغار من الطماطم، 3 حبات صغار فلفل اخضر حلو، حبتان صغار من البصل، وعندي هنا ايضا بقدونس مقطع، والتوابل ملعقه صغيره من الزعتر، ملعقه صغيره بابريكا، ملعقه صغيره كمون، وملعقه صغيره من زريعه القزبر المطحونه، نصف ملعقه صغيره من بودره الثوم او كتعوضوها بثومه محكوكه، والملح اللي كيبقى على حسب الذوق. في هذا الاناء قطعت الطماطم على 4، كنضيف عليها البقدونس، كنضيف ايضا كأس من الماء وكنطحن كل هاد المكونات مع بعضهم حتى كيندمجوا. اما بالنسبه للفلفل والبصل فقطعتهم مكعبات صغيره بآلة تقطيع البطاطس، وفي مقلاة او كسرونه عملت فيها القليل من الزيت. بعد ما كيغلى كنضيف الفلفل والبصل وكنخليهم يتشحروا شويه حتى كيدبالوا. هنا بعد ما كيدبالوا شويه كنضيف عليهم الخليط ديال الطماطم والبقدونس، وكنضيف ايضا كل التوابل اللي ذكرت لكم في البدايه، وكنحرك مزيان حتى كيندمجوا، وكنخليهم فوق نار متوسطه حتى كيطيبوا وكيعقدوا. بحال اللي كيبان لكم هذا هو الشكل ديال الحشوه بعد ما طابت، كتجي خاطره ولذيذه بزاف، يمكن تستعملوها في عده وصفات اخرى. الان كنطفي عليها النار وكنخليها تبرد شويه. بين ما تبرد الحشوه جبت هنا القليل من الجبن حكيته في حكاكه رقيقه، انا استعملت بلوك لافاش كيري، يمكن تستعملوا جبن الموتزاريلا. عندي ايضا علبتان من التونه مصافيين من الزيت ديالهم والقليل من السوليس، هاد العلبه كنستعمل منها غير ربع. مع التون غادي نضيف القليل من السوليس وكنحرك مزيان حتى كيندمجوا. ايضا يمكن تنكهوا بالقليل من الزعتر اذا كان كيعجبكم، انا هنا عملت شويه وخلطته مزيان مع باقي المكونات. الان ننتقلوا للمرحله الاخيره. جبت صحن زجاجي ديال الفرن وكنسكب فيه الحشوه ديال الطماطم والبصل والفلفل وكنوزعها في جميع الجهات بالتساوي. فوق الحشوه كنعمل طبقه واحده من الباذنجان اللي حضرناه في البدايه، كنغطي به الطبقه الاولى كامله. وفوق كل دائره باذنجان كنعمل القليل من الخليط ديال السوليس والثوم كطبقه ثالثه. هنا بعد ما عملت الخليط ديال التون فوق كل حبه ديال الباذنجان كنعمل حبه اخرى ديال الباذنجان بالشكل اللي كيبان لكم حتى كتغطي الطبقه الثالثه. وفي الاخير كنرش الجبن المبشور من الاعلى وكندخل الصينيه الفرن ساخن فقط من الاعلى حتى كيذوب الجبن. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراسان ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن. بحال اللي كتشوفوا كيجي رائع في الشكل ديالو وهائل في المذاق. حتى اذا كان ما كيعجبكمش الباذنجان غادي يعجبكم بهذه الطريقه. وللتذكير فكان سبق لي شاركت معكم مجموعه ديال الوصفات اللي كتخص الباذنجان، اللي كيهم الامر فانا غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو.
بالنسبه للمقادير فكنحتاجوا الحبات من الباذنجان، يفضل الحجم ديالهم يكون كبير والكميه كتبقى اختياريه. انا هنا استخدمت 3 حبات. كنحتاج معاهم البصله مشلضه، زدت معاها حبتان من بورو مقطع قطع صغيره، علبتان من التونه وصلصه الطماطم الحلوه المعلبه ما يعادل 210 غرام، جبن محكوك، والتوابل عندي هنا اوريجانو، ملح، زريعه القزبر المطحونه بالاضافه لزيت الزيتون. ونبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. في البداية كنقوم بإزالة الرأس لحبات الباذنجان وكنغسلهم مزيان مع الاحتفاظ بالقشور ديالهم. ثم كنقطعهم شرائح طوال متوسطين في السمك ما يعادل 1 سنتيمتر او اقل، ما يكونوش رقاق بزاف، المهم بالشكل اللي كيبان لكم في الفيديو. يمكن ايضا تقطعوا الباذنجان شرائح دائريه، لكن انا كنفضل شرائح طوال لانهم كيجيو نفس القياس تقريبا. كنعمل الشرائح ديالي في اناء، كنضيف عليهم القليل من الملح والاوريجانو اي الزعتر بالاضافه لزريعه القزبر المطحونه وزيت الزيتون ما يعادل ملعقتان كبيرتان، وكنحرك مزيان حتى كيتغطاو الشرائح بالتوابل وزيت الزيتون. كنجيبو صينيه ديال الفرن مفروشه بورق المطبخ وكندهنها بالقليل من زيت الزيتون، يمكن تكتفيو فقط بدهن الصينيه. كنرتب فيها الشرائح ديال الباذنجان وكندخلو من الفرن حتى كيطيبوا ويرجعوا رطبين، اي انهم طايبين مزيان بدون ما نحمروهم او نقرمشوهم. قلات او كسرونه عملت القليل من زيت الزيتون او الزيت النباتيه، كنضيف عليه البصل وكنشحرو مزيان في الزيت حتى كيدبل ويتسرخى. هنا بمجرد ما كنحس انه بدا كيدبل كنضيف عليه التوابل، نفس التوابل اللي ضفتهم على الباذنجان، الزعتر وزريعه القزبر المطحونه والقليل جدا من الملح. وهنا يمكن تنسموا باي توابل كتناسب الذوق ديالكم، وما نكثروش من الملح لان التونه والصلصه كيكون فيهم الملح ديالهم. الان كنضيف التونه وكنشحرها مزيان مع البصله، وفي نفس الوقت كنفردها بالملعقه الخشبيه لانها كتكون ظروفه بغيتها توزع لي كامله. بعد ما كتشرب التونه والبصل الزيت كنضيف صلصه الطماطم وكنحرك هاد المكونات مع بعضهم لمده دقيقه على الاغلب، وكنطفي النار وكنخليها تبرد بين ما يوجد الباذنجان. رجعت لكم هنا بعد ما طاب الباذنجان ورجع بهذا الشكل هذا. مباشره بعد ما كنخرجوا من الفرن كنوزع فوق كل شريحه ما يعادل ملعقه كبيره من الحشوه ديال التونه اللي حضرنا. كنوزع كذلك الجبن المبشور، يمكن تضيفوا هنا اي نوع كيناسب الذوق ديالكم، يمكن ايضا تعوضوه بجبن الساندويشات. كنزين بالقليل من البقدونس المفروم كيعطي واحد الشكل جميل جدا ملي كنعملو فوق الجبن. وكندخلوا الصينيه مره اخرى من الفرن لمده دقيقه الى دقيقتان، بمجرد ما كيذوب الجبن شويه وكنخرجوها، وكيبقى لكم هنا الاختيار اذا بغيتوا تخليوها في الفرن حتى كيتحمر الجبن. وهذا هو الشكل النهائي ديال شرائح الباذنجان بعد ما خرجتهم من الفرن، وكنعملوهم في صحن التقديم كيجيو لذاذين بزاف وهائلين في المذاق. اذا كنتم من محبين الباذنجان فكونوا اكيدين ان هذه الوصفه غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، ملعقه صغيره ديال الزعتر اي الاوريجانو، القليل من الفلفل الاسود، ملح حسب الذوق، وزيت زيتون، ماء دافئ للعجن. اما باقي المكونات فعندي هنايا حبتان من الباذنجان، ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، ملح حسب الذوق، فلفل اسود، ثومه محكوكه وجبن محكوك وصلصه طماطم. ونبدا على بركه الله. في اناء من الدقيق كنضيف له الخميره ديال الخبز والملح والاوريجانو، وكنخلط كل هاد المكونات مع بعضهم، المكونات الناشفه حتى كيندمجوا. بعد ما كيندمجوا كنضيف عليهم ما يعادل 4 ملاعق كبار من زيت الزيتون، ثم كنحرك المكونات حتى كيترمل الخليط. هنا يمكن نستعملوا اليد ديالنا باش كنتاكدوا ان الخليط ترمل مزيان. ثم كنضيف الماء الدافئ تدريجيا حتى كنحصل على عجينه متماسكه وخفيفه في نفس الوقت. هنا بعد ما كنحصل على عجينه طريه ومتماسكه كنغطيها ببلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها. هنا غادي ننتقلوا لتحضير الحشوه. جبت باذنجان وغسلته، الان كنقطعوا دوائر بهذا الشكل هذا مع الاحتفاظ بالقشور ديالو.
بعد ما كنقطعوا دوائر كنضيف له القليل من زيت الزيتون والملح والفلفل الاسود والقليل من الثومه المحكوكه. يمكن الثومه تبدلوه باي تتبيله كتناسبكم. وكنحرك مزيان حتى كنتاكد ان كل حبه من الباذنجان دخلت فيها التتبيله. هنا كنجيب صينيه مدهونه بالزيت، كنرتب فيها دوائر الباذنجان وكندخلو من الفرن ساخن حتى كيطيب. وبين ما كيطيب الباذنجان كنرجعوا للعجين ديالنا بعد ما كيتضاعف الحجم ديالو، كنخرج منه الهواء بهذا الشكل هذا. ثم كنقسم العجينه على 3 وكناخذ قطعه اللي غادي نخدم بها، والقطع الاخرى ديال العجين كنغطيهم ببلاستيك غذائي باش ما ينشفوش. ثم كنطلق اول قطعه بالمدلك بهذا الشكل هذا، ثم كنطبع فيها دوائر باي مرشم دائري او كاس كبير. هنا كنرتب الدوائر ديال العجين في صينيه مدهونه بالزيت وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي باقي القطع. الان فوق كل قطعه ديال العجين كنعمل ما يعادل ملعقه كبيره من صلصه الطماطم اللي ضفت لها القليل من الاوريجانو باش كيعطيها واحد النكهه جميله جدا. ثم كنوزع الصلصه بهذا الشكل هذا في جميع الجهات ديال الدوائر. بعد ذلك كنعمل فوق كل وحده قطعتان من الباذنجان اللي كيكون طاب. في هذه اللحظه اذا كانت قطعه الباذنجان كبيره كنكتفيو في غير بوحده وكنستمروا على نفس المنوال حتى كنسالي كلشي. هنا في الاخير كنضيف الجبن المبشور وكندخل الصينيه الفرن ساخن ومشعول فقط من الاسفل حتى كنلاحظ ان العجين طاب نصف طيبه. عاد كنفتح الفرن من الاعلى باش يكمل الطياب ديالو، في نفس الوقت يذوب الجبن. وهذا هو الشكل النهائي ديال ميني بيتزا ديالنا بالباذنجان. كتجي رائعه جدا ولذيذه بزاف في المذاق. جربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنسوش اذا عجبكم هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. واذا كنتوا جداد في القناه فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بطبيعه الحال اذا عجبكم المحتوى ديال القناه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن. الى اللقاء.